صحيح، هذا الجزائر اليوم ما صدعش الناس الكل. الأعداء كثيرين في الخارج بصفة خاصة، مسؤولين اللي مولفين بالوصايات على الشعوب. حقوق الإنسان، قبل ما نتكلم على حقوق الإنسان نتكلم على حقوق الشعوب. حقوق الشعوب في تقرير المصير وحريتهم، هذا هو الأهم. واحد ما يقدر يعطينا دروس لا في حقوق الإنسان، لا في حرية التعبير، ولا في العدالة الجزائرية. احنا المرجعية نتاعنا الوحيدة اليوم في كل ميادين، والقراءات اللي نقدر نقراها حول الجزائر لليوم والمستقبل هو من خلال الدستور الجزائري. الدستور الجزائري يتجاهلوه، ما قراوش، ما عطولوش أهمية باش يعرفوا الدستور الجزائري حاليا يختلف على كل التصادير. لما نقرأ الدستور نفهم ما هي الديمقراطية، نفهم ما هي الممارسة الديمقراطية الحقيقية، نفهم ما هو حقوق التعبير، ماهوش حقوق التهريج. من خلال الدستور أيضا ما هي الجزائر في المحافل الدولية، في المواقف الدولية، في القضايا اللي راهي مطروحة حاليا عبر كل العالم. والجزائر عندها كلمتها وعندها وزنها. لما نتكلم على الاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي، يعني واحد ما يقدر يملي علينا من الخارج. اليوم الحمد لله الجزائر أول حاجة ما عندناش مديونية، واحد ما يسألنا، واحد ما يقدر يملي علينا. وهذه كثير من الأطراف في الخارج ما يحبوهاش، يحبوا دايما يمليوا علينا، دايما ينعتونا قال هاي الطريق الصحيح. حقيقة أنا نقولها كمجاهد كمناضل، ماهوش كلام. اليوم هما اللي يحتاجوا الجزائر، ماشي الجزائر اللي تحتاجها. اليوم وصلنا بنظامنا بدستورنا باقتصادنا بالمواقف نتاعنا حول القضايا، هما اللي يحتاجونا، ماناش احنا اللي نحتاجوهم. لازم دائما لما نتكلم مع اي واحد ندير في بالي باللي هو اللي يحتاج، ماناش انا نحتاج. اليوم افريقيا والحمد لله لما نددنا تصريح البرلمان الأوروبي على الجزائر، وهذا التصريح راح بعيد وما نسكتوش عليها، لأن تداخلوا مباشرة في الشؤون الداخلية للجزائر. لما يقول لك عدلوا القانون في العدالة، كود بينال بتاعكم لازم تغيروه، وش معناتها؟ احنا راح نتابع هذه القضية هذه ونوضح الأمور هذه. الجزائر سيبقى بي كالكونك، لازم تحترم الجزائر.